ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم حبيبتكم وكنزي. لو اول مره حد بيفتح القناه ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسوش تعملوا لايك للقناه. انا وعدتكم بعمل لكم الاكلات البسيطه وبطريقه سهله عشان ما صعبهاش عليكم. الاكل اللي احنا بنعمله ده كله ليه كذا طريقه وليه كذا تكايه. وانا بعمل لكم التكات والحركات اللي هي البسيطه وبطريقه ليها طعم جميل. عشان في ناس مقدرة تعمل التكات اللي هي التقيلة بحاجات مقدرتها تكلفتها كتير. في ناس بتحب تعمل الأكل برضه هو بس بتكات كده صغيرة وبتكلفة صغيرة على قدها. كل واحد بيمشي طبعا على قد إيده. فأم كنزي وعدتكم اللي هي تعمل لكم الأكل البسيط وفيها تكات وحركات بتاعت أم كنزي وبطريقة بسيطة. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم. هشوف معانا ايه النهارده هنعمله. هنا معايا سمك بلطي اهو يا حبايبي، انا غسلاه ومنضفاه اهو يا قلبي. غسلاه ومنضفاه ومخليه زي القشطه. غسلاه، انا اكلي بغسله بالدقيق والملح والليمون والخل ومخليه زي القشطه. معايا ايه تاني النهارده؟ ادي الدقيق اللي هنتبل فيه السمك بتاعنا. معايا هريسة فلفل احمر، معايا هريسة فلفل اصفر، معايا هريسة فلفل اخضر، معايا هريسة توم، معايا كزبرة ناشفة، معايا كمون، معايا توابل سمك بهارات اللي هي بهارات السمك، معايا ملح يا حبايبي، معايا ليمون اهو يا حبايبي. معايا ايه تاني؟ هنا دي قوطة عشان اعمل بيها سلطة، معايا كابوتشا، معايا فلفل احمر، معايا خيار مبشور، معايا فلفل اصفر معايا، والقوطه طبعا مقطعه مكعبات، ومعايا بصلايه. ومعايا تاني ايه يا حبايبي؟ معايا اهو رز يا حبايب قلبي اهو غسلاه وحاطاه في المصفى يتصفى. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. هشوف اول حاجه هبدا بيها ايه ونمشي خطوه بخطوه كده مع ام كنزي بالتفاصيل عشان ما اتوهكمش معايا. اول حاجه هبدا بيها ايه؟ التتبيله بتاعت السمك. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي كده التوابل اللي هي الجميله اللي هي الكزبره والكمون والبهارات بتاعت السمك والملح اهو يا حبايبي. كله هنزل بيه ايه هنا كده في الطبق اهو. هنزل بيه اهو يا حبايبي. نزلت بكل الكلام الجميل دوت، ما بعملش حاجه لما بوريها لكم وكنزي وعدتكم. هنزل بايه تاني؟ بالهريسه الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والثوم والفلفل الاخضر. صدقوني الحاجات دي تكات كده صغننه بس بتدي طعم جميل. اللي ما عندهوش مش يعني اللي مش متواجد عنده الفلفل الاحمر يحط مكانه بابريكا بتدي نفس الطعم. اللي مش عنده الفلفل الاصفر يحط مكانه كركم بيدي نفس الطعم. يعني ما تحيروش نفسيكوا، يعني مش مقدرتوا تجيب الفلفل الاحمر ولا الفلفل الاصفر. احنا قلنا الفلفل الاصفر مكانه الكركم، والفلفل الاحمر بابريكا، وكل واحد حسب مقدرته. فهو عامه الفلفل مش غالي قوي في السوق يعني. ده هنزل بيه على الكلام الجميل ده كله. خليكم معايا اهو يا حبايبي. نزلت بالكلام الجميل ده، ما بعملش حاجه الا بخطوه بخطوه زي ما وعدتكم اهو. كل الكلام الجميل ده كده هقلبه كده ببعضيه. كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ ده عصير ليمون طبعا مش هاخده كله عشان هعمل بقيته بيه السلطه اهو يا حبايبي. يا رب يكون الصوره واضحه لكم اهو. سبت حبه للسلطه اهو يا حبايبي. شايفين المنظر؟ هقلب كل الكلام الجميل ده وارجع لكم اهو يا حبايبي. قلبت كل الكلام الجميل ده اهو. شايفين منظره اهو؟ يا رب الصوره تكون واضحه. كل الكلام الجميل ده قلبته. التتبيله كلها دي زي الفل وزي العسل، تتبيله جميله وهتعجبكم باذن الله. كل اللي هعمله هفتح قلب السمكيه اهو يا حبايبي. هفتح قلب السمكيه اهوت. هاخد التتبيله الجميله دي كده اهو وفي قلب السمكيه اهو، واحط في راسها كده جوه النقشوش بتاعها اهو كده جوه القلب اهو يا حبايبي. شايفين المنظر اهو؟ اهو يا حبايبي تبلتها كده اهو. شايفين منظرها؟ هقفلها كده واتبل كله بنفس المنظر وارجع لكم تاني يا قلبي اهو يا حبايبي. رجعت لكم تاني، ما عملتش غير كده. انا تبلت السمك الجميل دوت اهو يا حبايبي. شايفين منظره وهو متبل؟ شايفين المنظر؟ يا رب الصوره تكون واضحه كده في الدماغ بتاعكم تحت السمكيه كده وتدخلي فيها اهو يا حبايبي. هعمل ايه بقى في الكلام الجميل دوت؟ هسيبه في التتبيله شويه واعمل حاجه تانية وارجع له تاني يكون اتبل شويه وشرب بالتتبيله الجميله ديت. يلا بينا نشوف هنعمل تاني ايه. تاني خطوه هنعملها ايه؟ بصوا يا حبايبي تاني خطوه معاكم اهي اللي انا هعملها. معايا حله على النار اهي فيها ماده دهنيه زيت
ما حطيتش غير الحله على النار وفيها ماده دهنيه هي الزيت بس، مش اكتر من كده. هعمل ايه؟ هاخد البصلايه الجميله ديت هنزل بيها كده الكلام الجميل دوت اهو يا حبايبي. هقلبه تقلبتين كده وارجع لكم تاني يا حبايبي اقول لكم هعمل ايه. وام كنزي ما بتعملش التكات والحركات غير معاكم انتوا، مش هتقول لكم هتعمل ايه الا لما ترجع لكم تاني يا قلبي. حبايبي بصوا البصله شغاله زي الفل. طبعا ام كنزي وعدتكم لما بتعمل اكل ما بتقفش جنبيه. هشوف هعمل ايه تاني ونرجع للبصله تاني. كل اللي انا هعمله معايا طبق كده جميل حلو. هعمل ايه؟ هنزل بالقوطه بتاعتي الجميله ديت كده اهي يا حبايبي، القوطه الجميله هنزل بيها واقول لكم هعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي بعد كده هنزل بالبصل الجميل دوت ادي ما بصل مبشور اهو، هنزل بيه. بعد كده هنزل بايه؟ بعد البصل على طول لازما الحركه دي، بعد البصل لازما تنزلوا بالعصير الليمون ده اهو، لازما اهو على البصلايه كده وتدلقوا عليه لازما. دي تركية مهمة، لازما بعد البصل تدلقوا عليه الليمون على طول فورا. يلا نشوف هنحط ايه تاني. بصوا يا حبايبي وهعمل ايه تاني. انا نقلت بس القوطه والبصل في حاجه اكبر عشان اعرف اقلب بس مع كل حاجه. كل انا هعمل بيه ايه تاني؟ هاخد الكلام الجميل ده بقى الخيار المبشوره، الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والكابوتشا بتاعتي الجميله اللي زي العسل ديت. هاخد كل الكلام الجميل ده اهو قدامكم اهو يا حبايبي، شايفين المنظر اهو اهو. هنزل بكل الكلام ده وارجع لكم تاني يا قلبي اهو يا حبايبي. هعمل ايه تاني؟ انا شغاله كل ده في السلطه والبصله شغاله معايا زي الفل اهي على النار، مش سايباها اهو يا حبايبي على النار شغاله زي الفل معايا. ارجع تاني للسلطه بتاعتي حبيبتي. كل اللي انا هعمله تاني عليها ايه؟ معايا هنا توم اهو يا حبايبي، دي تكايه جميله ومفيده برضو، اللي عاوز حابب يحطها يحطها، مش حابب براحته. بس انا بحب التوم ده على السلطه بتاعتي، بتدي تكايه كده بسيطه. معايا فلفل اسود اهو يا حبايبي، معايا فلفل اسود اهو، معايا كمون اهو يا حبايبي. كل الكلام الجميل ده قدامكم. معايا ملح اهو. هعمل ايه في كل الكلام الجميل ده؟ هقلبه بس. شوف هنعمل ايه تاني. هعمل ايه تاني يا قلبي اهو بقلبها. هجيب معايا نص كوبايه ميه، لو انت هتاكلي منها دلوقتي حطي ميه، مش هتاكلي سيبيها من غير ميه كده في التلاجة وما تحطيش فيها اي حاجه. بس انا عشان هستعملها دلوقتي وهاكلها حطيت فيها كل التوابل وحطيت فيها الميه قدامكم اهي. لكن لو انتوا مش هتاكلوا منها وهتركنوها بتعملوها يعني قبلها وهتركنوها شويه في التلاجة، ما تحطيش فيها اي توابل خالص ولا الميه ولا اي حاجه. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي الخطوه الاخيره ديت معايا خل اهو، هنزل بالخل ده كده قدامكم. هقلب بقى كل الكلام الجميل ده وهعمل فيه ايه. هقلبه وهركنه على جنب دلوقتي لغايه ما اشوف هعمل ايه في البصلايه الجميله اللي على النار ديت، واوريكم الشكل النهائي لطبق السلطه الجميل بتاعكم دوت. يستاهل بقكم وخليكم معايا بقى واحده بواحده كده. رجعنا للبصله الجميله يا حبايبي اهي شغاله على النار زي الفل. هعمل ايه؟ معايا ملح اهو جميل هنزل بيه. معايا يا حبايبي كمون هنزل بيه. هقلب كل الكلام الجميل دوت اهو يا حبايبي خطوه بخطوه معاكم حبيبتكم وعدتكم ام كنزي اللي هي خطوه بخطوه ما بتعملش حاجه لما بتفرها لكم. فهجيب الرز واحطه عليه دلوقتي. بصوا يا حبايبي الرز اهوت هنزل بيه كده. دول تقريبا كوبايتين رز، مش عاوزه اكتر من كده. انا حسب عدد افراد الاسره عندي، انتوا حسب عدد افراد الاسره عندكم، فكل واحد متاح ليه اللي هو يعمل الكميه اللي هو عاوزها اهو يا حبايبي. هقلب كل الكلام الجميل دوت. هعمل ايه؟ معايا هنا يا حبايبي كركم اهو يا حبايبي. هعمل ايه؟ هنزل بيه كده اهو، هنزل بكل الكلام الجميل ده يا حبايبي. معلش محروقه. اقلب كل الكلام الجميل دوت. هعمل ايه تاني يا حبايبي؟ خليكم معايا اهو يا حبايبي. هعمل ايه؟ هنزل بالميه كده اهو اهو يا حبايبي. مش عاوزه الميه تبقى معديه الرز بكتير، هو بس يا دوبك فوق الرز كده زي ما انتم ما شايفين. هقلب كل الكلام الجميل ده واغطيه ومش هعمل ايه حاجه الا لما بقول لكم اهو يا حبايبي. شايفين المنظر؟ شايفين الكركم ده اللي هيدينا الصفار الرز اللي احنا بنجيبه من بره بتاع المطاعم اهو يا حبايبي. يا رب الصوره بس تكون واضحه. كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ قلبته اهو يا حبايبي. هعمل ايه؟ اغطيه. ام كنزي طبعا هتقف على كده؟ طبعا لا، هشوف هعمل ايه. خليكم معايا يا حبايبي اهو يا حبايبي. السمك اتبل وبقى زي الفل اهو، شايفينه؟ لو عرفتوا تتبلوا السمك بالتتبيله دي قبلها بيوم صدقوني والله العظيم هتبقى تحفه جدا.
يعني تتبيله من الاخر، خيال 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 فوق الخيال. هعمل ايه معايا دي اهو يا حبايبي. انا بقى مش هحط بقى من الميه ومن الميه للدقيق وارجع للدقيق للطاسه، لا، انا بتعجبني الطريقه بتاعتي دي جدا. امشوا بس بالتكات والحركات وبنفس التتبيله دي كده، هتعجبكم جدا. هعمل ايه، هاخد السمكيه الجميله دي كده اهي، كل اللي انا هعمله هتبلها في الدقيق. وانا بتبلها في الدقيق هعمل ايه، هاخد شويه من الدقيق، هفتح بطنها كده اهو. ليه بقى خدت الدقيق حطيت في بطنها؟ التتبيله دي ما تنزلش في الطاسه ابدا، عاوزه التتبيله دي تبقى فيها وانت بتاكلي كده، تحسي بالتطعيمه بتاعت السمك. التطعيمه دي جميله جدا، اللي هي التتبيله اللي انا عاملاها دي تحفه 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 وخيال. فانا هاخد من الدقيق كده في قلبه اهو يا حبايبي اهو كده، واضغط عليها كده واسيبها شويه واقلبها على الناحيه التانية. هتبل كله بنفس الطريقه وارجع لكم تاني يا قلبي. بصوا يا حبايبي، انا عفرت السمك بتاعه في الدقيق اهو يا حبايبي، شايفين منظره. كل اللي انا هعمله ايه، معايا طاسه على النار اهي يا حبايبي، فيها ماده دهنيه اهي يا قلبي، ماده دهنيه زيت. كل اللي انا هعمله مولعه عليها، هاخد السمك بتاعي الجميل ده هنزله في الطاسه اهي يا حبايبي. سمكتي في الطاسه، بس هي كانت عايزه طاسه اكبر، بس مش اشكال، شغال. انا حطاها، هسيبها بقى في النار، مش هقلبها دلوقتي خالص الا لما الجنب التاني ده يتحمر. روح قلبها على الجنب التاني، مش عاوزه كل شويه تقلبوا فيها عشان الدقيق ما ينزلش في الطاسه والزيت يسود منكم، وهي السمكه ذات نفسها عشان كبيره هتتهري اهي يا حبايبي. هسيبها بقى شويه واقلبها وارجع لكم تاني. الفل ازاي، شايفينه مفلفل وجميل ازاي، شايفين الرزايه برزتها ازاي، شايفين ولا معجن ولا اي حاجه. انا عاوزه الرز كده يبقى مفلفل. هسيبه كده على النار ويشرب ميته خالص خالص اهو يا حبايبي، وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كده قلبتها على الناحيه التانية اهو، شايفين منظرها اهو يا حبايبي. انا كده قلبتها على الناحيه دي، هسيبها بقى على الناحيه التانية يا حبايبي. بعد كده هطلعها واروح الشكل بتاعي. شايفين منظر السمك، يا رب الصوره تكون واضحه لكم. شايفين منظره اهي، شكل السمكه يا حبايبي اهو. طبق الرز بتاعنا الجميل، شايفين الرز مفلفل وزي الفل ازاي. انا عاوزه الرز يبقى مفلفل كده وزي الفل. وده طبق السلطه يستاهل بقكم، واقول لكم تعالوا كلوا معايا، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه. وانا زي ما وعدتكم الاكل البسيط وبتكايه بسيطه، وصدقوني هوعدكم كل اكل هعملها لكم بسيطه وبطريقه سهله وفيها تكايه كده بتاعت ام كنزي بقى، مش هقول لكم عليها التكات والحركات. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك للقناه لو محدش اشترك يعني. وده شكل الاطباق بتاعي، شكل النهائي. ويا رب اكون بفيدكم، ويا رب اكون خفيفه عليكم يا رب، واقدر افيدكم بحاجات بسيطه باللي انا بعملها اهو يا حبايبي. واقول لكم توحشوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.